السلام عليكم شباب، كيف ان شاء الله كويسين؟ تحية العلم او النشيد الوطني او السلام الجمهوري لجمهورية السودان. من هو الشاعر الذي صاغ هذه الكلمات الجميلة التي يدندن بها جميع الشعب السوداني في المدارس وفي المحافل الوطنية؟ الشاعر هو أحمد محمد صالح. ولد في مدينة أم درمان وتخرج في كلية غردون في عام 1914. عمل معلما ثم تمت ترقيته وأصبح ناظرا بين قوسين مدير وهو في الثلاثين من عمره فقط. كما تقلد وظائف إشرافية وإدارية في وزارة المعارف حتى أصبح نائبا لمدير المعارف، وعمل معلما بكلية غردون. تم اختياره عضوا بمجلس السيادة عند استقلال السودان في عام 56. كان خطيبا مفوها مقتدرا على تصريف المعاني وسبك العبارات، وكان يخطب باللغتين العربية والإنجليزية. كما حفظ عيون الشعر العربي والإنجليزي مكانها والله. كما كان وطنيا وغيورا ومصادما للإنجليز. اختيرت القصيدة نحن جند الله جند الوطن من ضمن قصائد أخرى شاركت في مسابقة عامة حول أعمال شعرية تشيد بقوة دفاع السودان، واللي هي كانت نواة الجيش السوداني. تأسست في العام 1955، وعندما نال السودان استقلاله في العام 1956 اختيرت الأبيات الأربعة الأولى من القصيدة لتكون نشيدا وطنيا. القصيدة من تأليف الشاعر أحمد محمد صالح، وألحان العقيد أحمد مرجان من سلاح الموسيقى، ويطلق عليه رسميا اسم السلام الجمهوري خاصة عند عزفه بالموسيقى، كما يسمى اختصارا نشيد العلم أو تحية العلم. نحن جند الله جند الوطن، إن دعا داعي الفداء لم نكن تحت الموت عند المحن، نشتري الميدان بأغلى ثمن، هذه الأرض لنا فليعز سوداننا علما بين الأمم. يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم. إلى هنا هذا هو يعتبر السلام الجمهوري لجمهورية السودان أو تحية العلم. أما باقي القصيدة فهو غير معتمد رسميا في النشيد الوطني. نحن أسود الغاب أبناء الحروب، لا نهاب الموت أو نخشى الخطوب، نحفظ السودان بهذه القلوب، نفتديه من شمال أو جنوب، بالكفاح المر والعزم المتين، وقلوب من حديد لا تلين، نهزم الشر ونجي الغاصبين، كنسور الجو أو أسد العرين، ندفع الردى نصد من عدا، نرد من ظلم ونحمي العلم. حاز لحن السلام الجمهوري السوداني على جائزة أفضل لحن للأناشيد الوطنية حسب الجمعية العالمية للموسيقى سنة 2004. والسلام عليكم. وما تنسوا يا شباب الشير واللايك والكومنت والحاجات اللي بطبزوها دي كلها اعملوها تشك تشك تشك. السلام عليكم.